حياكم الله. تدور أحداث قصتنا اليوم في أحد الدول العربية مع شاب وفتاة متزوجين، وكانت أمورهم جدا حلوة وعايشين حياة زوجية جدا جميلة، وأنجبوا طفلة صغيرة وهي مولودتهم الأولى. وبعد المولود الأول، وبحكم أن هذه البنت تدرس، بدأت الخلافات تدب بينهم، بأن البنت صارت مشغولة بالدراسة أكثر، وطفلتها التي تبلغ من العمر 8 أشهر لا تهتم بها، وعلى كلام الزوج بأنها ما صارت تهتم فيهم كثير، وقرر الزواج إنه يتزوج عليها، ولكن رفضت رفض تام بأنه يتزوج عليها، ولو تزوج عليها راح تتطلق منه، وراح تاخذ نفقتها الخاصة منه ويدفع لها الزوج. وهذا الشيء ما كان يريده الزوج أبدا، ما يريد يدفع لها أي شيء. فقرر هذا الزوج وخطط أنه يجيب طريقة يقدر يجبرها أنها توافق وترضخ لجميع طلباته. فقرر هذا الزوج وخطط على فكرة يصعب على العقل البشري تصورها أو استيعابها. قرر هذا الشخص بأنه يتفق مع صديقه في العمل أنه يغتصب زوجته، ومن بعدها يقوم بتصويرها وهو يغتصبها من أجل أن يبتزها بهذه الصور وترضخ لطلباته بدون معارضته أو الرفض. فعلا جاء اليوم الذي اتفق مع صاحبه وقال: أنا بخلي المفتاح حق الشقة في نفس الباب، وأنت افتح الباب وادخل. فعلا صديقه وافق وجاء إلى البيت وفتح باب الشقة ودخل، وبمجرد ما دخل وهو مغطي على وجهه شافته البنت المسكينة وبدأت تصرخ وتنادي على الجيران. هجم عليها وقفل فمها وبدأ في الاعتداء عليها، وكان يحاول أن يصورها ولكن ما استطاع، وكانت تصرخ، والطفلة التي عمرها 8 شهور تبكي بعدما سمع الصراخ. خاف أنه ينفضح هذا المجرم وأخذ سلك وبدأ يخنقها فيه بكل قوته لحد أن فارقت الحياة وطلع من الشقة بعد أن خلص عليها. بعدها زوجها رجع للشقة وتفاجأ أن زوجته مقتولة. قام اتصل على الشرطة وأبلغهم أنه رجع للبيت وحصل زوجته متوفية. جاءت الشرطة وبدأت التحقيق بالموضوع، وطبعا هذا الولد ما قال لهم اللي صار ولا خبرهم في أي شيء. بعدها راجعت الشرطة كاميرات التصوير وتتفاجأ بظهور امرأة منقبة دخلت العمارة بنفس وقت الحادثة. وبعد التحقيقات والتحريات اكتشفوا أن هذا الشخص الذي اغتصبها أنه دخل العمارة هذه وكان لابس عباية ونقاب، بمجرد ما مسكوه وقت التحقيق قال لهم: أنا ما كنت ناوي أبدا إني أسوي لها شيء، ولكن زوجها طلب مني إني أغتصبها ومن بعدها أصورها بصور فاضحة. بعدها جابوا الزوج وعلى طول اعترف بكل شيء لهم عن الذي صار بالكامل. وقتها كان يبكي ويقول: فعلا أنا كنت ناوي على كذا، بس أبدا ما كنت حابب إنها تموت أبدا. وبعدها تم الحكم عليهم جميعا بالإعدام شنقا حتى الموت، وانتهت القصة. ما هذا الذي نسمعه؟ إنها مصيبة فوق المصيبة. أتمنى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.